من قلب إسرائيل، إيران توجه العرب دينيا، عنوان مادة أشبه بتقرير استخباراتي نشره موقع تلفزيون روسيا اليوم، مؤكدا وجود 6 قنوات إيرانية ناطقة بالعربية وموجهة للعرب الشيعة، وجميعها تبث على القمر الإسرائيلي أموس، وتلبس رداء التشيع وتتظاهر بالولاء لآل البيت، وتجتهد في تمرير الرؤية الإيرانية وإقناع الجمهور العربي بها. وكل الكلام السابق طبعا على ذمة روسيا اليوم. نتابع التقرير ونعود للنقاش. بعيدا عن نظرية المؤامرة وبالأسماء والمعلومات، نشر موقع تلفزيون روسيا اليوم مادة بعنوان من قلب إسرائيل، إيران توجه العرب دينيا. والعرب الذين قصدهم عنوان الموقع هم العرب الشيعة تحديدا، فقد كشف التلفزيون الروسي وجود 6 قنوات إيرانية دينية موجهة إلى العرب تبث من إسرائيل، حسب تقرير لموقع سات إيج المتخصص في رصد حركة الأقمار الصناعية حول العالم. التقرير الذي نشر مؤخرا كشف أيضا أسماء القنوات، وهي آل البيت، الأنوار، فداك، الحسين، العالمية والغدير، مؤكدا أن جميعها رغم اختلاف مسمياتها تتواجد على القمر الإسرائيلي أموس. وأوضح والكلام على ذمة التلفزيون الروسي أنها تلبس رداء التشيع وتتظاهر بالولاء لآل البيت، وتجتهد في تمرير الرؤية الإيرانية وإقناع الجمهور العربي بها. التقرير الروسي الذي كان أشبه بتقرير مخابراتي مسرب كشف أن آر سات هي شركة اتصالات إسرائيلية خاصة يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي ديفيد ريف، تأسست عام 1981 بموجب ترخيص من وزارة الاتصالات الإسرائيلية، وأن إدارة الشركة منذ إبريل عام 2001 يرأسها راموت جلعاد، وهو عميد احتياط في قوات الدفاع الجوي بالجيش الإسرائيلي. مراقبون بعد التقرير الروسي أكدوا أن العلاقات الإسرائيلية الإيرانية ليست وليدة اللحظة، بل هي علاقات تاريخية طويلة. وعلى الرغم من أن كل القنوات الإيرانية المذكورة والموجهة للعرب الشيعة تبين أنها تبث من على القمر الإسرائيلي وتعد بتحرير القدس بنفس الوقت، مما يعد أمرا غريبا لبعض القوميجيين وبقايا اليسار السذج. لكن الأغرب حقا، لماذا تظهر مثل هذه التقارير التي تفضح العلاقة الإسرائيلية الإيرانية وتآمرهم على العرب في التلفزيون الروسي الناطق بالعربية؟ ليقول البعض: إذا لم يكن حبا بالعرب فربما كرها بإيران.